ينضم إلينا أنس العبد صحفي ميداني معنا من إدلب. أهلا بك معنا في هذه الحلقة. بداية سيد أنس، رصدت بالطبع مشاهدات لبعض الأطفال داخل المخيمات ومعاناتهم. حدثنا، اروي لنا البعض من هذه المشاهد، وما هي قصة سوء التغذية؟ مرحبا ديما، ومرحبا لكل مشاهدي تلفزيون سوريا. في الحقيقة يعني حالات سوء التغذية تزداد بالمخيمات بشكل كبير، يعني يوما تلو الآخر، وخاصة مخيمات الإيواء التي تم إنشائها مؤخرا بعد كارثة الزلزال. طبعا هذه المخيمات تم إنشائها، جميعنا نعلم أنها تم إنشائها على عجل، وهذه المخيمات تفتقر لكافة مقومات الحياة. طبعا أسباب أو أبرز أسباب سوء التغذية عند الأطفال، بالاساس يعني هناك الاطفال بالمخيمات يعانون من سوء التغذيه من قبل، يعني في هذه المخيمات، لكن هذه الكارثه زادت على الاطفال التعب النفسي، الخوف لدى الاطفال، ما ادى الى فقدان شهيه الطفل، وبالتالي يعني كل هذا يؤدي الى سوء تغذيه لدى الطفل. ايضا بالاضافه الى حالات الفقر، حالات الفقر الشديد بالمخيمات، يعني آلاف المباني اليوم تهدمت بعد كارثة الزلزال، وآلاف الأهالي خرجوا من منازلهم المتصدعة. يعني ما تزال أملاك العائلات تحت الركام، لم يخرجوا شيئا منها، فبالتالي يؤدي إلى فقر. هذا الفقر يؤدي أيضا إلى قلة تقديم الطعام للأطفال بالمخيمات. طبعا بالدرجة الأولى أسباب سوء التغذية لدى الأطفال هي ليس أن يعني ليس تقديم الطعام، ولكن هي توفير الطعام الذي يحتوي على الفوائد، سواء من السكاكر أو الحلويات أو السعرات الحرارية التي تغذي الجسم. طبعا نشاهد هذه الحالات يعني بشكل يومي، هناك حالات تزداد في المخيمات، حصرا أو خاصة هذه المخيمات التي تم إنشائها بعد كارثة الزلزال. طيب، ما حجم انتشار سوء التغذية بين الأطفال، وأين الآن يقيمون حاليا؟ آه، يعني الأطفال هم الازدياد هذا الذي نعم. نشاهده الآن بشكل تدريجي وبشكل كبير هو للأطفال الذي هم في مخيمات الإيواء، يعني المخيمات التي تحدثنا عنها أنشئت على عجل. هذه مم. المخيمات تفتقر يعني للرعاية الصحية بالدرجة الأولى. هنا لا يوجد حتى الآن يعني نقاط طبية متوفرة في هذه المخيمات. أيضا يعني بسبب كارثة الزلزال هناك العديد من المنشآت الطبية، يعني تجاوزت ال50 منشأة طبية تضررت وتصدعت، ومنها من خرج عن العمل بسبب كارثة الزلزال. يعني إذا أردنا أن نتحدث عن حجم الانتشار هذه الظاهرة مهم. اليوم، هي فعليا هي متوسط أو للحد الكبير، يعني تزداد بشكل يومي وبشكل تدريجي في هذه المخيمات. طيب، هل هنالك فرق طبية زارتهم أو تحدثت بهذا الشأن؟ ماذا قال الأطباء في هذا الصدد؟ طبعا يعني هنالك العديد من المنظمات الطبية أو المنظمات الإنسانية التي تعمل في شمال غرب سوريا، مم. تقوم بجولات يعني شبه يومية، خاصة على المخيمات التي أنشئت مؤخرا، يعني تقوم برصد هذه الحالات ومتابعة هذه الحالات. طبعا تقوم يعني بالبداية يتم تقييم حالة الطفل، فهناك يعني بهذه الفرق التي تتجول بين المخيمات تقوم بتقديم زبدة الفستق مهم. الوقائية لهذا المرض، ومن ثم يعني يتم متابعة حالة الطفل على عدة فترات أو على عدة جولات للفريق ذاته. إذا كان هناك تحسن في حالة الطفل فينتقل الفريق إلى حالة أخرى. إذا لم يكن هناك تحسن أو ازداد هذا السوء لدى الطفل، يعني يتم تقييمه من خلال وزن الطفل، من خلال الجفاف الذي يتعرض له الطفل بالمخيم. إذا وصلت درجة سوء التغذية للدرجة الحادة فيتم تحويله إلى المشفى. أيضا بعض المنظمات أو بعض الجمعيات قامت بتوفير يعني سيارات مهم. خاصة لمتابعة حالات سوء التغذية في المخيمات، وخاصة هذه المخيمات التي أنشأت مؤخرا. أيضا هنالك فرق الحماية وفرق الدعم النفسي في المنظمات وفي مم. الفرق التطوعية، تعمل يعني بشكل يعني كان متواصل يعني هنالك منذ. مشاركة من قبل منظمات معنية طبية. ماذا عن الشأن النفسي؟ يعني هل كان دور كبير ل يعني الفرق العلاج طبعا يعني النفسية، كان لهم دور كبير في يعني تفضل. تماما يعني يعني بالايام الاولى للزلزال بدات الفرق الحمايه وفرق الدعم النفسي بمتابعه حاله الاطفال،
يعني الكارثة التي شاهدها الأطفال هي لم تكن يعني صغيرة بالتالي. يعني الأطفال شاهدوا المنازل انهارت، شعروا بهذه الهزات الارتدادية التي لا تزال متواصلة إلى يومنا هذا. يعني الفرق الدعم النفسي وفرق الحماية تزور المخيمات، وخاصة هذه المخيمات التي مخيمات الإيواء ومراكز الإيواء والمدارس التي تم تحويلها لمراكز إيواء بعد كارثة الزلزال. يتم تقديم يعني بعض النشاطات من فرق الحماية، يعني نشاطات ترفيهية أو كوميدية للأطفال وتقديم الألعاب لهم. مهم. يعني هذه النشاطات علها يعني طيب، هذا تنسي الطفل هذا الحالة فيما التي يتعلق فيها. بالمنظمات والفرق الطبية المعنية. ماذا عن الحكومات، الحكومة المؤقتة حكومة الإنقاذ أيضا، هل كان لها أي دور في ذلك؟ نعم، يعني يعني الكارثة كانت كبيرة جدا كما مهم. تحدثنا. يعني الجميع هنا لم يتوقف، يعني سواء كان على، يعني حتى شاهدنا بالأيام الأولى هنالك يعني عناصر من الفصائل العسكرية كانت تساعد الدفاع المدني والمدنيين في إزالة الركام، وبالتالي ساعدت المدنيين بإزالة الركام وإخراج مدنيين عالقين. يعني نحن شاهدنا يعني كارثة كبيرة، وهذه الكارثة يعني حقيقة تعجز دول عن مواكبتها. بالنسبة للحكومات يعني كان لها دور كبير في البداية، يعني من خلال يعني توفير المعدات اللازمة لإزالة الركام لغير فرق الإنقاذ، طبعا للشباب المساهمين، للشباب المتبرعين بمساعدة الدفاع المدني. أيضا كان لها هناك دور لتوفير نشر أو انتشار عناصر الشرطة والأمن حوالي المباني التي انهارت لحماية ممتلكات المدنيين العالقة تحت الركام. ايضا شاركت هذه الحكومات يعني بالعديد من الاعمال، يعني خاصه في هذه الازمه التي هي حقيقه لم نشهد مثلها من قبل. مهم. طيب، هل يعني كان هنالك وعود أكثر بتأمين هؤلاء الأطفال تحديدا، يعني وربما نشاطات ترفيهية ربما نسيان كارثة الزلزال وتحسين مزاجهم؟ يعني بالدرجه الاولى هنالك اليوم يعني الاطفال هم المتضررين بهذا الزلزال. يعني هنالك اذا اردنا التحدث عن ماذا، يعني هنالك مدارس في منطقة إدلب، يعني أكثر من 400 مدرسة تضررت وتصدعت، والأكثر من 50 مدرسة خرجت عن الخدمة، يعني تم تحويل الأطفال إلى مدارس أخرى. يعني مهم. الحكومات العاملة هنا أو حكومة الإنقاذ التي تعمل هنا يعني تسعى أن تحاول أن تجد طرقا يعني تنسي هؤلاء الأطفال. يعني الأطفال الذي دمرت مدرستهم تم نقلهم لمدارس أخرى، طبعا بمتابعة ملفاتهم التعليمية. أيضا يعني الأطفال الذين، لو أردنا التحدث عن أطفال، هناك أطفال يعني خرجوا أيتام، يعني لم يبقى لهم أحد. بعض الحكومات يعني أو بعض الجمعيات والفرق التطوعية تعمل اليوم على إنشاء دور للأيتام، وفي الحقيقة هناك نعم. العديد من دور الأيتام تم إنشائها مؤخرا بعد كارثة الزلزال، وتحتوي على عدد كبير من الأطفال. نعم، شكرا جزيلا لك أنس العبد، صحفي ميداني، كنت معنا من إدلب. شكرا جزيلا لك.